وصل ليلة أمس الأربعاء وفد منتخب مدغشقر للمحليين إلى ولاية قسنطينة الجزائرية قادما من الحدود الجزائرية التونسية عبر المعبر البري الحدودي أم الطبول بولاية الطارف تحسبا للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وحظي وفد مدغشقر لكرة القدم باستقبال مميز وحفاوة كبيرة عند وصوله إلى فندق أكسندر. لقد استقبلنا بطريقة ممتازة. أعتقد أن الجزائر ستقدم تنظيما ممتازا للشان، وآمل من منتخب بلادي بأن يقدم دورة في المستوى. أشكر اللجنة المنظمة التي وضعتنا في هذا الفندق الرائع. أتمنى أن يكون كل شيء رائع لنا ولكل المنتخبات المشاركة. الأربعاء طائرة بعثتي كوت ديفوار وأوغندا بمطار عنابة دولي رابح بيطات تأهبا للدخول في منافسة الشان التي تنطلق بداية من 13 جانفي. وحظي وفدا المنتخبين اللذين حلا بالجزائر في رحلة موحدة باستقبال حار ومميز عند وصولهما إلى القاعة الشرفية. وسيقيم منتخب الفيلة بفندق الرويال، فيما سيكون الفندق العسكري تحت تصرف وفد أوغندا. للإشارة فإن كل المنتخبات المجموعة الثانية التي ستخوض مبارياتها في ملعب 19 ماي بعنابة قد وصلت وبدأت تحضيراتها الأخيرة قبل الشروع في المنافسة. Monsieur. تشرفنا جدا بهذا الاستقبال. نعرف جيدا الجزائر، لقد زرنا ولايات عدة في مناسبات مختلفة كبجاية والجزائر العاصمة، لهذا نعلم أننا في بلدنا الثاني. لقد شاهدنا صور الملعب خلال حفل سحب قرعة الشان التي نظمتها الكاف بالجزائر العاصمة. تلك الصور جعلتنا نشعر بالحماس، وانتظرنا انطلاق البطولة بفارغ الصبر لمعرفة الملعب عن قرب. نشارك في بطولة إفريقيا للمحليين بهدف الوصول إلى أبعد حد ممكن. نعلم أننا سنواجه منتخبات قوية، ولكن كل منتخب يملك حظوظه الكاملة. وصل المنتخب الليبي للجزائر العاصمة الأربعاء استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا للمحليين. البعثة الليبية التي حظيت باستقبال مميز بمطار الجزائر الدولي أعربت عن أمالها في تكرار سيناريو دورة 2014 حينما توج بلقب المنافسة. في تصريحات خاصة بها قناة الجزائر الدولية، أشاد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني بالجهود المبذولة من طرف الجزائر لإنجاح الحدث القاري، متوقعا مباراة افتتاحية واعدة ومثيرة بين الجزائر وليبيا. أولا نكرر الشكر والتقدير للشعب الجزائري حكومة وشعبه، كذلك لوزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية رئيسا وأعضاء اللي ديما واقفين معنا ومع كل الليبيين وخاصة كرة القدم وكل المنتخبات في جميع الفئات. هذه بالتأكيد نحن دائما أولا فرحنا بقطر وكأس العالم، والآن فرحين بالجزائر. نحن كنا نلعبوا في بلادنا، يعني فرحانين على فارق. لعبنا بطولات كانت فيه صعوبة الجو، كانت فيه صعوبة التنقلات وبعض المشاكل واللغة، لكن لما تكون تلعب في بلد الجزائر هذا بالتأكيد أنت عندك جمهور، بعكس النظر انك انت تلعب ضد الجزائر هذه بروحها، ولكن حيكون عندك جمهور. وعندنا جاليه لا باس بها في ليبيا رغم ان الجزائريين كلهم ليبيين،
فبالتاكيد لها عوامل، يعني تعطينا نسبه نجاح من ضمن نسبه ال 100%، بالتاكيد حيكون فيها اقل شيء 40-50% نسبة النجاح في وجود. حط منتخب أنغولا بمدينة وهران الجزائرية الأربعاء تحسبا لخوض البطولة الإفريقية للاعبين المحليين شان 2022، وحظيت بعثة المنتخب الأنغولي باستقبال حار لدى وصولها إلى مطار أحمد بن بلة بوهران. وعبر نائب رئيس الاتحاد الأنغولي خوسي كارلوس عن سعادته بالتواجد في الجزائر، مؤكدا أن هدف منتخب أنغولا هو الوصول إلى نهائي الشان. استقبلنا بطريقة رائعة، سعداء بوجودنا هنا. سنشارك بهدف الوصول إلى النهائي والفوز باللقب. سيكون ذلك صعبا، لكننا سنعمل بجد لذلك. شكرا على استقبالنا. سبق لي زيارة تونس ومصر، لكنها أول مرة أزور فيها الجزائر. سعداء لوجودنا هنا. مجموعتنا خاصة تتكون من 3 فرق فقط. المباراة الأولى ستكون صعبة، لذا نأمل في تحقيق انطلاقة موفقة في أول مباراة لنا. ومن مدينة قسنطينة العريقة معنا على المباشر موفد قناة الجزائر الدولية مصطفى بوغرارة. أهلا بك مصطفى. إذا الموعد كان أمس مع وصول عدة منتخبات إلى عاصمة الشرق الجزائري، ما هي أبرز ردود الأفعال بعد الاستقبال الذي حظيت به هذه المنتخبات؟ مرحبا خديجة، متواجدون الآن بمدينة الجسور المعلقة، وبالضبط في ملعب الشهيد حملاوي. هذا الملعب الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة التي عرفت توافدها الذي عرف توافد المنتخب السوداني كأول منتخب يحط الرحالة في مدينة الجسور المعلقة، أين حظي باستقبال رسمي من طرف الهيئات الرسمية لمدينة قسنطينة، حيث استقبلوا بفرق فولكلورية. أيضا الوفد السوداني عبر عن ارتياحه منذ أن وطأت قدمه الجزائر من سلطات أمنية التي سهلت مجيئه برا من المعبر الحدودي إلى مدينة قسنطينة. ليلة أمس عرفت المدينة أيضا حلول المنتخب الملغاشي الذي وصل على الساعة 10 ليلا تقريبا هنا إلى فندق جولدون تيليب، أين استقبل أيضا بحفاوة كبيرة. استقبل أيضا بحتى الحلويات القسنطينية، وهنا أقصد الجوزية كانت حاضرة من أجل وضع ضيوف الجزائر في أحد تليق بالمدينة وتليق. نعم. طيب مصطفى، أنت متواجد بملعب الشهيد حملاوي. إذن كيف هل الملعب جاهز يعني 100%؟ وكيف تعيش مدينة قسنطينة الحدث والأجواء ساعات قبل انطلاق هذه المنافسة؟ نعم خديجة، ملعب حملاوي جاهز تماما لأجل هذا البروفا المصغرة من الشان. فقط بعض الرتوشات هنا بقيت. اليوم نعرف يتواجد الآن والي ولاية قسنطينة هنا في الملعب. كل أمور جاهزة هنا من أجل استقبال ضيوف الجزائر بأحسن صورة. طيب، وكيف تعيش ربما أما في سؤالك عن ردود، نعم الشارع قسنطيني هنا شارع يتنفس كرة القدم. مشينا أو خرجت كاميرات قناة جزائر دولية إلى شوارع قسنطينة وأزقتها العريقة، أين تحدثنا مع جماهير قسنطينة الذين رحبوا بهذه البطولة، متعطشين أيضا لرؤية كل المنتخبات المشاركة في هذه البروفا المصغرة من كأس إفريقيا. كل شيء هنا جاهز، كل شيء هنا حاضر من أجل أن تبصم قسنطينة على نجاح آخر، امتداد نجاحات أخرى ارتبطت بهذه المدينة، وكان آخرها نجاح العاصمة الثقافة العربية. أيضا هنا شارع قسنطيني كله مجند من أجل أن يعطي صورة تليق بمدينة الصخر العتيق. مصطفى بوغرارة موفد قناة الجزائر الدولية لقسنطينة، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. وللحديث عن بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص عدم مشاركة المغرب في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، معنا من الرباط منصف اليازغي الباحث المغربي المتخصص في السياسة الرياضية. تحية طيبة لك سيد اليازغي. بداية، ماذا عن سياق قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذا الشأن؟
اهلا بك. اولا ربما البلاغ الجامعه كان مفترض ان يصدر في العاشر اي يوم السبت. ربما الجامعه كانت اكثر حكمه واكثر تريثا عندما اعلنت عن بلاغها اليوم، اي بعد يومين من الاجل الذي وضعته من اجل المشاركه في كاس افريقيا للمحليين. البلاغ كان واضحا واستعمل لغه يعني احترافيه عندما قال انه تعذر على المنتخب المغربي، ولم يقل بانه يعلن رسميا انسحابه من كاس افريقيا، على اساس انه الشروط التي طلب بها والتي هي شروط عاديه جدا وفي المتناول من طرف الكاف هي ان يشارك بخط مباشر، انه هذه الشروط لم تتحقق وبالتالي فقد تعذر عليه، وهو لم يبدي يوما بانه يريد او لديه نيه مبيته في عدم المشاركه، بدليل انه راسل قبل 20 يوما الكاف واكثر من ذلك انه منتخب المغرب اجرى مباراتين وديتين امام اثيوبيا، وهو بطبيعه الحال لا يترك مجال للشك انه المغرب كان يريد المشاركه في هذه الدوره بحكم انه حامل اللقب مرتين ويريد الاحتفاظ بالكاس في حال فوزه بها لثالث مره. اذا نعم. هل برايك استاذ يزغي هل نحن امام فشل تنظيمي للجزائر قبل انطلاق منافسات الشان؟ هو يبدو ان بدايه كان ارتباك. الجزائر حاولت ان تجعل من هذا الكاس يعني ان تعطيها حجما كبيرا وان تروج لها بشكل كبير، وهذا حقها في جميع الاحوال، لكن ربما لم تنجح في ان تراعي عده امور. عندما تكون بلدا مضيفا فانت تقدم مختلف التسهيلات للدول الحاضره. عشت شخصيا تجربه كاس العالم بقطر، ولاحظت كيف ان قطر وضعت اكثر مما هو مطلوب من طرف الفيفا من اجل تسهيل المأمورية امام المنتخبات للمشاركه. بالنسبه للجزائر والتي تقول دائما بانه رائده القاره الافريقيه والى اخره، فانها الى غايه الان نرى بانه ربما فشلت في ان تقنع الدول الافريقيه بانه فعلا تفعل ما تقول، وبالتالي عندما تقوم بعرقله حضور طائره مباشره من الرباط الى قسنطينه بشكل لم يؤثر على اي شيء، الامر يتعلق بتنقل المنتخب المغربي وليس بعمليه تجاريه او بعمليه سياسيه او عمليه اقتصاديه، بل هي الرياضه التي وجدت من اجل التلاقي. يجب ان نعرف امرا اساسيا، وهو انه مختلف التظاهرات الرياضيه في القاره الافريقيه منذ الالعاب الافريقيه الاولى كان الهدف منها هو التلاقي ووقف كل الخلافات السياسيه وايضا تجميع الدول الافريقيه. الان نرى خطابا اخر من خلال هذه الممارسات، لانه المفروض ان يتم السماح للطائره المغربيه، لانه امر عادي جدا ويؤثر على قرار الجزائر في السنه الماضيه بخصوص ما اعلنت عنه بغلق يعني الرحلات الجويه على الاراضي الجزائريه. اذا هو امر يتنافى مع مبدا الاحتضان الذي من اساسيته هو ان اسهل المأمورية على الجميع بدون استثناء. واضح. اذا برايك كيف سيؤثر هذا القرار من الجامعه الملكيه المغربيه على تنظيم الجزائر لهذه الدوره من الشان؟ نعم. انت ذكرت بان الجزائر تحاول استغلال هذه المناسبه الرياضيه للترويج لصورتها اقليميا ودوليا. بداية هناك جانب شكلي، وهو أن المجموعة التي كانت سيشارك في المغربيات ستصبح مجموعة عرجاء بثلاث منتخبات، ومن أسوأ التجارب هو أن تجري مجموعة مبارياتها بثلاث فرق، لأنه لا يكون هناك تباري جيد ولا يكون هناك تأهل للمنتخبات التي تستحق ذلك. هذا من الناحية الشكلية. من ناحية أخرى وهي أعتبرها الأهم، هو أنه حضور المغرب بعد الهزيج الذي خلقه على المستوى العالمي وليس على المستوى المغاربي او الاقليمي او القاري، بل على المستوى العالمي في تجربه قطر، كان مفترض ان تلتقط الجزائر هذه الاشاره وتقول احتضان المغرب في كاس افريقيا هو ضمان لنجاحها، بحكم انني استضيف منتخبا التفتت اليه جميع انظار العالم، وبالتالي عندما يكون حاضرا فسيكون له ذلك التوهج. الجزائر اخطات عندما فضلت ربما جوانب سياسيه على جوانب رياضيه، وكان بامكانها ان تمنحها اشعاعا اخر وبعدا اخر لتظاهراتها. الباحث المغربي المتخصص في السياسه الرياضيه الاستاذ منصف اليزغي، شكرا جزيلا لك وعذرا على ما نسمعش مره غاديك السير، مره غاديك السير بغيت نسمعها كتعجبني.